روزماري. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. هاد المره غادي نديكم معايا في رحله جديده الى بالويدان، انا وبعض الاصدقاء في العمل. الدراري محيحين في الطوموبيله، ولكن غتجي لهم واحد المفاجاه من بعد في الطريق، حيت غتخسر لينا الطوموبيله وغادي نضطروا نتسناو واحد المده حتى تجينا واحد الطوموبيله اخرى. اخترنا فندق شمس جولاك اللي كيطل مباشرة على بحيرة ديال بالويدان. في الحقيقة خرجنا شوية معطلين من كازا، تقريبا الساعة نقول لك الساعة الخامسة ونص مساء. وصلنا لوطيل في الساعة تقريبا الساعة 11 بالليل، ولقينا العشاء واجد. انا صراحة درت تشيكين، الدراري اخرين اللي معايا خرجوا من بعد ما اعتذرت لهم، حيت صراحة ضرني راسي بسبب الكلمة اللي كانت شاعلة فوق راسي طول يعني المدة ديال الرحلة من كازا. المهم هاد لوطيل هذا صراحة على ما شفت في الصور عنده إطلالة واعرة. دابا غادي نوريكم تقريبا فين جاي، فهمتيني؟ غير باش تعرفوا لوطيل تقريبا ما عرفت فيه شي 4 زيطاج ولا 3 زيطاج، ولكن كتهود لتحت حيت هو مبني على واحد الهبطه، فهمتيني؟ والريسبسيون كاين الفوق، ومن بعد كيعطيوك السوارت وكتنزل لتحت. هاد لوطيل كيتواجد على بعد 45 دقيقه بالسياره من بني بلال، و 30 دقيقة من مدينة أزيلال عند سفح جبل ديال تسميت. وفيه كذلك المواقف ديال السيارات بالمجان. هذا لوطيل فيه سبا، ملعب تنس ولا بيسين كبير، يمكن لواحد الاستمتاع بإطلالات بانورامية على البحيرة من التراس ولا الريستورون اللي كاين الفوق. كل بيت تقريبا فيه لاكليم على حساب الصيف. هنا راه تيكون الدراري شوية سخون، فهمتيني؟ وكاينين البيوت اللي فيهم مدفأة ديال على حساب البرد اللي تيكون حتى هو هنايا في فصل الشتاء. دابا خليني نوريكم البيت، يعني البيت فيه حمام وطواليت ولوازم ديال الدش بالمجان. وها هو الكادري، دايرين دبل بيت مجموعة في واحد تقريبا، يعني تيفي مع المراعي القدام. البيت واسعة كبيرة ومزيانة، واخا شوية لي بري اكزاجيري. دابا في الصباح ان شاء الله غنوري لكم اشنو كاين على برا الشرج. بصراحه كاين الظلام على برا، مي نخليها سيربريز تا الصباح نشوف اشنو كاين. ضرني راسي ما عرفتش علاش في الطريق. بيت تايم، خديت واحد دوش سخون ومن بعد بلي غالكاش. المهم دابا نقول لكم تصبحوا على خير، حتى الغدا ان شاء الله. جود نايت، باي. بخير غاد بيه هنايا لا بيسين ديريكت حيت بالليل كيبانش. وكاين البحر كبير خالص، هي زوين. هذا الصباح شي واحد من الفوق طلق ديك الاغاني ديال المدرسه القديمه اللي سمعتوها. تبارك الله كاين الشمس وباللي جو زوين. ايوا على بركة الله. نشوف هذا النهار مخبي لينا.
قبل ما نخرج على برا مشيت طليت على لا بيسين باش نسمع دوك الطيور الجميله صراحه، سيرتو في هذا الصباح هذا. انا بعدا في كازا والو، السلام يا ربي، ما كاين غير الحديد والضجيج. المهم دابا الفطور باقي ما واجد، باقي 8 ما كايناش. غنديكم يعني تشوفوا لا بيسين شويه ومن بعد نهبط للبحيره اللي ممكن نوصلها ولا ما نوصلهاش على حساب شنو. الصراحه ما عنديش حتى شي فكره. المهم غنمشي نطل وتشوفوا معايا. ليسا هادي دايرينها مباشره قبل ما تخرج باش تطلع على البيسين، دايرين هادي واقيلا على حسب الناس اللي عاموا وطلعوا، فهمتيني، باش يسترخوا في هاد البلاصه هادي. ما عرفتش. المهم الملاحظه اخرى هي هاد اللوطيل هذا صراحه تبنى بالحجر تقريبا كامل، تبنى بالحجر ديال اللي كان في هذه المنطقه هذه. يعني الحجر يعني دزنا في الطريق واحد شحال من بلاصه اللي كيحفروا فيها ولا كيجبدوا فيها هذا الحجر هذا باش كيبنيو في الديوره وبحال هاد لي زوطيل هذا. كون ما كانش البرد شويه كون مشيت عمت مي لما بارد والجو شويه باقي بارد في الصباح. الباب اللي كيبان ديال الجوج هو بار كيتحل باش كيكونوا الناس. بان ليا باقي بنادم ناعس تقريبا دابا 7:30 فايت 7:30. بنادم ما تسمعوش معايا والو، كالم صراحة. اللي باغي كالم صراحة يجي لهنا. شنو كاين هنا معرفتش، تقريبا شي جلطة. بغيت نتحرك شوية قبل ما نمشي نفطر. قالوا لي الفطور كيبدا مع ديك 8:08 مزيان انيت. غير مع الشمس ما تيبانش لكم خضوريه على اللعيبات. هذا هو الدروج طلع للوطيل ديريكت.
صافي هاد الطريق هنا فين كتكمل باقي واحد الشويه مازال وتوصل للبحيره لا مي صراحه ما نقدرش حيت ما لابش الصباط ما لابش الصنداله مزيانه لابست هادي من بعد ما رجعت اللوطيل باش نفطر مع الدراري جمعت حوايجي ومشيت درت تشيك اوت باش ما نضيعش الوقت صراحه. ولكن من بعد الفطور جوج دراري طلبوا مني نمشيو معاهم باش ناخذ ليهم تصاور حدا لا بيسين ومن بعد حدا البحيره. وقلت علاش لا، خاصه باللي ما انني ما وصلتش يعني حدا البحيره في الصباح باش مشيت بوحدي. الدراري ناشطين عجبهم الحال. المهم سيدي مشينا خدينا لهم تصويرات زوينين ورجعنا بحالتنا. الا بغيتي تشوفوا معايا يعني البحيره عن قرب تبعوا معايا حتى الاخر. كاين هنا بصحة ياك ما سدوش. كتشكل بحيرة ديال بن الويدان او ما يسمى بنقر إساف بالامازيغيه بين واد العبيد واسف حنصل، واحدة من اجمل المناظر الطبيعيه الغنيه بالانوال والمناظر الرائعه في المغرب. هاد البحيره كتتواجد على ارتفاع 800 متر فوق سطح البحر. المساحه ديالها حوالي 4000 هكتار، هادشي اللي يخليها من اعلى البرك في افريقيا. هاد البحيره اللي كتمتاز بالجمال ديالها النادر صراحه ما يمكنش تصور جميع الزوايا ديال البحيره حيت كبيره. يا ريت تكون كانت شي درون باش نصور لكم. المهم تيقولوا باللي كاين الاسماك كثيره في هاد البلاصه هادي. صراحه البحيره مثاليه للتخييم. ان شاء الله شي نهار
غادي نجيب لاطونت وغادي نخيم هنا ان شاء الله. هاد البحيرة الهادئة كتجذب الناس اللي عزاز عليهم الرياضات المائية. والهواء النقي، وزيد عليها سيدي الناس الكرماء والبشوشين اللي موجودين هنايا. انا صراحه باقي غادي نرجع هنايا وندوز شحال من يوم، حيت كيف ما قلت لكم هذه زياره عمل ليس الا. المهم شكرا لكم، واسمحوا لي الا ما صورش لكم بزاف ديال الحوايج في هذا المكان هذا. الى فرصه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.